السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كلشي سانك سانك ان شاء الله. اليوم غادي نحلوا الحصاله اللي بديت معكم في شهر جوج، واقيلا نهار قبل رمضان. المهم راه كنرمي فيه هذاك الصريف اللي بيمشي غير في السقاطه في التخربيق. بغيت نخرج ندور نخسر ونشري هذه زوينه هذه خايبه، ما كنخرجش انا باقي بزاف. تنخرج الا كانت عندي شي حاجه مهمه وليت بيتوت اكثر من القياس. المهم مزيان تهلاو في روسنا، مزيان ما نحرموش راسنا، ولكن مزيان نتعلموا نوفروا التوفير. شي حاجه مهمه اللي عنده واللي ما عندوش وراه محتاج وتيحتاج. وانا ديما اقسم بالله الا ديما كنبارطاجي معكم الحصه هي التحفيز، هي باش نحفزك نقول لك انت تقدري تجمعي. راه اللي جمعتيه في الحصه لا وفرتيه حتى حد ما دق عليك في الباب وقال لك هكا فلان هاد الفليسات راه جدهم لك، راه اللي ما حيتاش من راسك ووفرتي ما تتجمعي حتى 200 درهم ما تتجمعيها. المهم هاد الحصاله ديال الطين راح تنحطها فوق الرخامه وشربات ليا الماء. شربات ليا الماء، شفتو كي تتبان من التحت فازقه، حيت انا ديما عندي الرخامه فازقه تنعيا ما نمسح مع الروبيني وداك الشيء. المهم شوفوا المفاجاه اللي لقيت في الحصاله، كارثه ماشي مفاجاه. ايوا المهم راه تنبارطاجي معكم غير التحفيز، ما تنعيق عليك، ما عندي باش نعيق عليك لا حتى شي حاجه، راه كله كيفاش كيفهمك. انا كنبدا معكم الحصاله ومن الاول حتى الاخر كنحلها معكم. هذا الشيء اللي عطا الله، وحاولت ما نهرش ديك الحصاله ديالي حتى بقات فيا ما سخيتش بان. انا اي حصاله كنجمع فيها الفلوس كنولفها، كنربي على الكبده. هرستها بشويه ومن بعد راه لويت عليها السكوتش. هكا كنت درت لواحد الحصاله كنت جدها معايا من مراكش وكنت جمعت فيها طولات معايا، وفاش بغيت نهرسها هرستها بشويه وعاودت لويت عليها السكوتش وجمعت فيها باش ان شاء الله نبقى نجمع فيها من هنا للعيد عاوتاني نلقى. واخا تجمعي هي 300 درهم 200 درهم راه ما حتى حد ما عطاها لك، حتى حد جمعتيها بمجهودك نطي ودرتي شحال من حاجه باش تجمعيها. ايوا صافي. المهم بلا ما نصد عليكم راسكم كنتمنى من الله ما تبخلوش عليا باللايك وبالتشجيع ديالكم، راه تتخليوني بلاك اختي. والله الا تنتعذب على الفيديوهات ديالي وتيبقاو اختي تما محطوطين. ما عرفتش علاش، واش طلعت لكم في الراس، واش نمشي ندرك كمارتي عليكم، والله ما عرفت اختي. ايوا نتمنى اختي اي وحده ما دايراش ليا اشتراك دير ليا اشتراك، ما خاسره عليه والو. عاد تهزي صبعك حبيبه ديالي بشوي وديري الطرق صافي واجا باش قناتي تتكبر وداك الشيء، باش ما نبقاش اختي نضر في حلاق مية هكاك. ايوا صافي. المهم هانتوما شفتوا شحال جمعت تبارك الله ما شاء الله، راه قريت عليها شويه وداك الشيء باش المهم يبارك لي الله في دوك الفليسات. وانا راه شوفوا بلا ما نقول لكم راه تنخرج وكنصدق ولا تندير الخير، حين اللي تيدير الخير ما تيجيش يصوروا داكشي بيني وبين الله. الحمد لله راه الناس اللي عارفيني راه عارفيني كي دايره، راه حاجتي كاع ما ديالي، الفلوس تنشدهم من في يديا، اي حاجه تنشدها في يديا، حتى حاجه ما دايرها في قلبي الحمد لله. ايوا صافي. المهم هانتوما لقيت 20 درهم غملات، اول مره في حياتي كنلقى فلوس غملوا ليا في الحصاله. علاش؟ حيت هذه ديال الطين ومحطوطه فوق الرخامه وديما حدا الماء، والطين راه تيشرب الماء وغملات. ولكن ترى صبنت بابها مزيان بديك الخلطه ودوزت اختي، والله ما ضعت فيها، دوزت عطيت داكشي كله جمعته، هذاك الصرف كله دوك 10 دراهمات و5 دراهم كلهم ولاو فلوس. داكشي علاش كنقول لك ما تحقراش ليا الفلوس. ايوا شفتوا الحصاله كي غملات، جاب الله غملات هي ديك 20 درهم ما كانت لتحت، هي لتحت كاع شفتوا كي شربات ليا ديك الحصاله الماء. ايوا المهم الزوينات ديالي بديت تنحسب معكم الفليسات اللي جمعت معكم. اصلا راه اي فلوس كنرميهم كنرميهم معكم. رميت 20 درهم كتشوفها، رميت 50 درهم كتشوفها، رميت 100 درهم كتشوفوها. وبزاف ديال البنات تبلاو بالحصاله واحسن بليا هي الحصاله، وحق الله العظيم كتستغناي على بزاف ديال الحوايج تيمشيو لكم فلوسكم هكاك فيهم تيتلاحوا هكاك تترمي فلوسك في الزبل. واي وحده خدامه وكتفيق اختي مع الصباح والستريس ديال الخدمه والحياه صعابت وكتعصبي راسك وما عندك لا ذهب لا فلوس لا حتى حاجه، هي اللي شديتها كتخسرها. راه نصيحه ديال الحصاله، والله ما تندمي، والله تترجعي في هذا الفيديو تقولي الله يرحم الوالدين. الحصاله زوينه، الحصاله كتعلمنا الصبر، كتعلمنا الاقتصاد، كتعلمنا ناكلوا ماكله زوينه ديال الدار. انا بعدا الحمد لله ما تنحماقش على ماكله الزنقه، ما عنديش معاها ما تتعجبنيش اختي. انا ماشي من عشاق ماكله الزنقه، تعجبني نطيب بيديا، نعجن الخبز بيديا. ايوا بديت تنحس ب400 على قلبي. المهم اختي الله يجعل البركه بارك. المهم اللي جمعتيه ما عطاه لك حتى كما قلت لكم، لقيتهم غملوا شي شويه وكنت ما باينش داكشي كلشي داز
الفلوس اختي راه كيما بيكونوا راه زوينين، وشحال ما بيكونوا راه بزاف ديال البنات تيجيها صعيب. انا نيت بنتي تجلس تبات تقول يا ماما واش ب10 دراهم غادي نشري الراد، كنت نقولها ايه على انا بشحال شريت هذيك باش جمعت انا وشريت ليديا. هي بحال هكا، هي ب20 درهم ب5 دراهم ب100 درهم درت الرادكو بمليون و60. ها هي في يديا دابا واخا تبي تشري هذه نيت بمليون و60 ما تلقايهاش حين الذهب تزاد. ولكن المهم تنقول لها ما تحقريش ليا الدرهم ما تحقريش، الفلوس كاملين فلوس. حين انتي ملي عقلك ما تيفرقش بين بين الحقيقه والخيال. الا كذبي على عقلك قولي انا راه عادي نقدر نشري الرادك ونشري الدبال ونشري اللي بغيت، وتتحدي نفسك وكتجمعي. واللي ما عندهاش ما تجمع راه شافك الله، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، راه التحدي ما تيدي مع شي حاجه للقبر. هادشي اللي كاين. ايوا المهم تنحس ب400 وات على قلبي، راه زوين اختي، راه واخا كثر راه زوينين. 400 على 400 راه تيوليو فلوس. ديتهم عند العطار، جمعهم حيت العطار ومال الحوان تيبيعوا الصرف. وانا شحال من مره تشوفوني تنحل الحصاله كندير لدهيبي داك الصرف كامل، حيت راه الفلوس والصرف راه كلشي تيحتاج ليه. ايوا صافي. المهم ما تبخلوش عليا بالتعليق الزوينين ديالكم، كثروا ليا التعليق. شحال من مره كنطلبكم تنقول لكم كثروا ليا التعليق، وما تنساوش ليا اللايك. وتنتعذب اختي الفيديوهات وكنبقى نصور ونمونطي تيضرني راسي اختي وما تنستافد والو والله. ايوا ما تبخلوش على اختكم ظاهره اختي، راه ما تنخبي عليك والو والله، ما تنخبي عليك. المهم الزوينات ديالي اهم حاجه قبل ما نديروا الحصاله ونبداو نوفروا ونقطعوا ونتسقربوا نديروا الهدف، حيت الهدف مهم. دابا هبه دايره الهدف، دايره بانها بغات راتك واخا تكون فيها قالت لك غير ديك 10 غرام ولا سميتو، قالت لك بغيتها بيت نحماق عليها، ما كانتش كاع تتحمل الذهب. ودابا بغاتها قلت لها شوفي بيتي راتك وتحدي نفسك، اي فلوس عرفتي راسك بتخسريهم في السقا تخشيهم في الحصاله. والله الا يلا عطاها مروان 50 درهم اقسم بالله، وقالت لك ما بغيتش نرميها. قلت لها واش نسيتي الهدف؟ قلت لها راه شوفي انا ما غاديش نخليك تحليها، هذا هو اللي مهم. قلت لها الحصاله بديتيها ما غاديش تحلها تجمعي فيها، نعرفك جمعتي فيها عاد نحل انا وياك. وكتقول لي ماما راه شحال قدني، وهذه تنقول لها راه نقطه يحمل الواد، راه انا دراتكو ديالي راه ما جيتش شريتها، راه انا جمعت وتحديت راسي وزيرت راسي، كنت درت تحدي ديال 100,000 ريال، وكنجمع تنجمع اي حاجه بغيت نشريها كنقول بلاش. راه الا ما ضحيتيش ما تديري والو، ما كديري فراش، ما كديري دار، ما كتشري طوموبيل، ما تديري حتى وزه. وجمعي راسك، وخصوصا البنات اللي خدامين، وخصوصا البنات اللي تيدوروا. انا راه ما بقيتش كل نهار تنخرج ندور، بغيت نخرج تنمشي نتمشى. فاش كنت بناتي المدرسه كنجيب واحد الدوره تنتمشى وتنطلع في حالاتي بلا بزطام بلا جوج. وما الا بقيتي اختي خارجه تدوري والله علاش لا جمعتي شي درهم، والله الا جمعتي حتى 500 درهم وديروا الحصاله. انا نبقى نقول لكم ديروا الحصاله حتى كلشي يولي يديرها. المهم انا نيت اختي الصغيره ديري الحصاله. فاش كنت حليت معها حصاله ديالها اخر مره قلت لها ديرها، حتى هي ما كانتش كتسوق الحصاله ولا الذهب ولا حتى شي حاجه. التوفير زوين والذهب زوين من الاخر، التوفير شي حاجه مهمه. الا ما كانش بنادم تيوفر وتيجمع تحت منه راه ما تيدير والو في حياته، غير غادي تيدور في بلاصتو. تتجي مرضى الوقت تدور، راه مولتاش وتيحتاج. شحال من واحد كان عنده وما بقى عنده والو. ايوا المهم نتمنى ما نكونش نصد عليكم راسكم، وانا هي تنصحكم بحال قلبي. انا اي حاجه تنبيها لراسي انا ما مسموماش، هذا هو المشكل. كنا كنت مسمومه كل لاباس على بابايا. انا اي حاجه كنبغي نديرها كنبغي عباد الله كاملين يديروها، حق الله العظيم. شريت الدهب تنبي كلشي شريت الدهب، مشيت للحمام تنبي كلشي مشيت للحمام، درت ماسك تنبي كلشي دير ماسك، انا هكا دايره. ايوا صافي الزوينات ديالي، نتمنى هذا الفيديو يحفزكم وتمشي دابا تشرح الصاله وتبقاي تجمعي. ماشي بالضروري ترمي يوميا، ماشي بالضروري ترمي فلوس كثيره باش تسمي تجمعي، راه غير بالدراهم. راه جمعي هي درهم بجوج دراهم راه حتى هي فلوس وحق الله العظيم. انا بعدا ما تنتخيلش اختي نجلس بلا حصاله وبلا دراهم. شوف اختي هي اللي حتى 5 دراهم 10 دراهم بارك الخير والبركه.
ونقطه بنقطه تيحمل الواد، ونديرو بزاف ديال الحوايج ان شاء الله. غادي نبارطاجي معكم شنو غادي ندير بفلوس الحصاله، واخا المهم ماشي بزاف ولكن تبارك. هذوك الفلوس كاملين كانوا بيمشيو هي في السقاطه وفي التخربيق، واخا انا ماشي من عشاق السقاطه، الا بغيت شي حاجه كنديرها بيديا الحمد لله. ولكن البليه ديالي انا صعاب من الحصاله، صعب من السقاطه، صعب من كل شيء. انا اختي التبليت بالدم، ولكن تراكم كان عندي عقل دابا كنكون ندم. حق الله الا راه كنذهب. فاش جيت لكازا انا كنت كنمشي للقيصريه كنلقى الذهب داير 150 درهم للغرام، ولكن داك العقل اللي كان عندي انا ما مسوقاش. كنت كاع تنشد شي قرعه، كانت ديك الساعه معايا سميه، وكنشد شي قرعه فيها. كنا ديك الساعه نديرو قرعه ب 25 درهم السيمانه، كنشدو فيها شي بركه وكنمشي نخسرها في الصالون. ما كانش عندي العقل، كنت كبيره. انا بنادم ما تيجيش يدير عقله. داكشي علاش كنقول هيبه جمعي دابا، تخيلي معايا تجمعي ان شاء الله، واخا تجمعي عام ولا عام ونص، المهم راه عادي تجمعي وتشري واحد الحاجه زوينه تقولي راه جمعت وفرت. سكتي يا نور. ايوا المهم انا نبغي نتحدث معكم، وداك الشيء كنصحكم من قلبي والله. ديروا الحصاله راه زوينه، واللي شرات شي ذهب تخليه. شريتي شي ذهب ما تبدليه ما تبيعيه، خليه والله. حينتاش الذهب ما تتعرفي بقيمته تتدوز واحد المده. انا راه شحال من حاجه طاحت ليا، شحال من حاجه بعتها، شحال من حاجه بدلتها، بحال كدوري في بلاصتك. صافي الزوينات ديالي هاد 500 درهم هي اللي شاط ليا من ديك 1000 درهم اللي كنت بغيت ناخذ بها جلابه. خسرت 500 درهم ديك المره، وشاط ليا 500 درهم هي راه محتفظه بها بوحدها، وزائد دوك الفليسات ديال الحصاله، وغادي نشوف اش غادي ندير بهم. المهم راه ما خسرتهاش كامله، واخا ديك 500 درهم حتى هي راه بحال خسرتها نيت. يلا شريت بها داك التخربيقات اللي صورت لكم ودوك الكسيوات الهيبه. ايوا صافي المهم ما علينا. المهم شديت ديك الحصاله لويت عليها السكوتش، هبطها غاليه بغيتي طيح. صافي لويت على ديك الحصاله ديالي السكوتش هكا باش نبقى نرمي فيها من هنا للعيد، واللي جمعت فيها مزيان عمر بها ما بصدامي. المهم ما نخسروش الفلوس في التخربيق. اللي لقيتي اللي جمعتيه مزيان صافي. وبالنسبه لشي وحدين تيبقاو يهضروا بزاف، انا علاش ما مشيتش سافرت عزيت اختي في عكوزتها، حيت اختي راجلي مريض والله القسم ما تنبغيش نبقى نقول لكم مريض ونبقى نشكي عليكم. من رمضان وراجلي مريض، ما تيقدرش يعفط على رجليه، ما تيقدرش يتحرك، ما تيقدرش يسوق. داكشي علاش واختي راه عارفه راجلي مريض، وكل شيء كلهم عارفين راجلي مريض، وهما مقادرين لنا الظروف. والله يرحمها عجوزتها مسكينه، الله يعمرها دار، كل شيء كيدعي معاها بالرحمه. وراه مشاو خواتات الزوج كريم وماماه عزاو، حيت بنت خالة راجلي هي مرات لوس اختي الكبيره فاطمه. وهذيك السيده عجوزتها الله يعمرها دار، وحق الله العظيم الا بكيت وتأزمت، حيت اصعب حاجه شتي بنادم ملي كتمشي للموت وكتعزيه وكتشوفي الناس كتبردي، ومالا كنتي انت مغربه بوحدك تشوفي راجلك مريض ما قادرش تخليه. ما بغيتش نمشي نخليه انا بوحدي، وما قادرش هو يديني. يكون كان صحيح عادي نوضو نمشيو نعزيو، واخا كاينه القرايه وكلشي، واخا نمشيو ونرجعو. فهمتوا؟ داكشي علاش ما مشيناش، ماشي حيت ما فيناش الصواب ولا ما بغيناش ولا ما تسوقناش، بالعكس. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. انا راجلي مريض عايشي بالدواء دابا. فهمتوا؟ ايوا دعيو معاه بالشفاء، ودعيو مع عكوز اختي بالرحمه. والمهم ديك المره فاش كنت سافرت اخر مره كانت مسكينه مرضات، كانت تشلل نصها، كانت نيت معنا اختي في الدار مسكينه، بقات تترعد وتخلعات عليها، وداروا معاه جهدهم، داروا لها الترويض ما خلاو ما داروا مسكينه. وكانت صافي هاد المره عاوتاني راه تشلل على الجهه الاخرى، وفمها ما بقاتش كتحل وما بقاتش كتهضر. وربي تيغفر بها الذنوب. اي واحد تيدوز واحد المرض عاد كيموت، ربي تيغفر ليه الذنوب والله يرحمها والله يجعلها من اهل الجنه. والله الا راه المهم ما كرهناش نمشي، ولكن راه كاينه ظروف. فهمتوا؟ كاينه ظروف اللي صعيبه. ايوا صافي المهم. والانسان ما يخصوش يجي يبقى تيحكم، والله ما خصش بنادم يجي يبقى تيحكم. حيت انا تنقول بنادم ما يجيكش كاع في العرس في شي مناسبه زوينه، ولكن في الموت الا ما جاكش شي حد عزاك في شي حد ما تتصرتش ليك. عند تجربه ديالي انا، بنادم ما عزاكش كتبقى وحالك هكا بالعرض، تقولي بنادم ما يجيش عندك يبارك لك الولاده ما يبارك لك في العرس، ولكن في الموت ضروري تتبي بنادم يواسيك. المهم انا راه عزيت في التليفون والله يرحمها، وهذا الشيء اللي كاين. المهم راه هانتوما جاء هادشي اللي جمعت في الحصاله 1000
1600 درهم، وان شاء الله غادي نبارطاجي معكم واش غادي ناخذ بها. والمهم راهي كنحفزكم، اقسم بالله الا كنبارطاجي معكم من قلبي. ايوا هادشي اللي عطا الله. وما تبخلوش عليا بلايك واشتراك وبارطاجيو ليا القناه، وما تخليونيش بلاكا. يلا بسلامه، حتى الفيديو جديد. باي باي.